انا بوجه كلامي لكل ام. لو انت فاكره ان السندوتش اللي بتعمليه لابنك في المدرسه ده وجبه وخلاص تبقي غلطانه. السندوتش ده بيحدد حظ ابنك في الحياه. يعني في عيل حظه في الحياه سندوتش شاورما، وفي عيل حظه بيض مسلوق. تعالى نتخيل حياه الولد اللي معاه سندوتش شاورما ده في المدرسه. الولد ده مستني الحصه تخلص عشان ياخد قطمه، مستني الفسحه تيجي عشان ياكل السندوتش، مبسوط معاه سندوتش حلو. الولد ده ممكن يعمل علاقات حلوه جدا مع فتوات الفصل، يديهم سندوتش وما يضربوهوش. ممكن يتعلم المقايضه، يقول لولد تديني قطمه بانيه اديك قطمه شاورما، معاه حاجه يبدلها. تعالى نتخيل حياه الولد ده لما يتخرج. هيشتغل في شركه كبيره، يترقى يبقى سي او قد الدنيا. لو ما اشتغلش في شركه هيبقى بيزنس مان كبير. الولد اتبنى من وهو صغير صح. نرجع بقى لطفل البيض المسلوق. الولد ده يا عيني بيعيش حياته منبوذ. تخيل طفل معاه بيض مسلوق في الشنطه، مجرد ما بيفتح الشنطه في سحابه خضراء بتطلع في الفصل. تخيل بقى لو اكل وسط اصحابه بيكرهوه، وبعدين مين هيبقى صاحبه؟ مين هيقعد جنبه في الفصل؟ مين هيقعد جنب واحد واكل بيض 8 ساعات في اليوم؟ وبعدين بياخدوا اسامي صعبه جدا في المدرسه. يعني كان معانا واحد في المدرسه بدون ذكر اسماء اسمه فساوي. الولد اتعذب في حياته الاسم ده. كان مين السبب؟ اهله والسندوتشات اللي كانوا بيعملوها له. مش معقول كده يا جماعه. اعتبروني صوت اولادكم، بلاش بيض تاني. فيها ايه لو عملنا لهم سندوتشات شاورما وبانيه؟ هيبقوا مبسوطين. ولا تعالى له في يوم قول له حبيبي مفيش ساندوتش النهارده. ليه يا بابا؟ خد يا حبيبي الفلوس دي وهات بيتزا من المدرسه. هيبقى مبسوط، هيحبك اكتر من لو جبت له هديه. هتقول لي لا معيش فلوس اجيب له سندوتشات كده كل يوم. بلاش دروس خصوصيه، بس اكله حلو، ابنيه صح، خليه يبقى مبسوط ورافع راسه في المدرسه. بلاش بيض.